اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج لحظه تفاهم. برنامجنا النهارده عن حاجه مهمه جدا، هي الخطوط الحمراء بين الزوجين. الخطوط الحمراء دي هي الخطوط اللي بتفصلك عن الحاجات اللي لو حصلت تعمل كسر في العلاقه، ولو اتكررت الكسر ده بيصعب تصليحه، ولو اتكررت تاني يبقى مستحيل اصلاحه. ايه هي دي؟ ايه اهم حاجات من الخطوط الحمراء دي؟ الضرب والشتيمة. الضرب أو الشتيمة أو الإهانة من أي نوع. النوع ده من الإهانة بيعمل جرح في الكرامة، بيعمل جرح في الثقة، بيعمل جرح للزوجة في إحساسها بالأمان، والجرح ده يبقى صعب يتعوض، والجرح ده يبقى صعب يلم. غير ان اساسا استخدامك للضرب او الشتيمه ده دليل على ضعف موقفك، فبتعوضه بالضرب او الشتيمه، لكن ده بيكسر العلاقه، ولو اتكرر بيبقى مستحيل يتصلح. وهي مين اللي انت بتضربها دي؟ مراتك يعني جزء منك. كرامه زوجتك من كرامتك، إهانتك لزوجتك إهانة لنفسك. لما تيجي ساعة الشيطان اللي دايما بنتكلم عليها دي، إن ده كان في ساعة شيطان، افتكر إن أنت واخد مراتك دي من بيت أهلها، مش واخدها عشان تبهدلها أو تضربها، واخدها عشان تحافظ عليها. والضرب ده بيعمل جرح نفسي. الجرح النفسي ده أشد من الإيذاء البدني. يعني أنت ممكن تضربها بس ما تعورهاش، لا، عورتها خلاص، عورت نفسيتها، عورت ثقتها فيك، عورت إحساسها بالأمان من ناحيتك، ضيعت ثقتها فيك، ضيعت حبها ليك. شوف أنت خسرت كم حاجة في ساعة شيطان. مفيش حاجة اسمها ساعة شيطان، لازم يبقى ليك آخر، لازم يبقى في خط أحمر تقف عنده. واوعى تفتكر ان انت في الاخر استفدت حاجه، لا، ما استفدتش حاجه، انت خسران. مش هي دي الرجوله. الرجوله رعايه واهتمام وحنيه، مش ضرب وشتيمه. طيب انت ضربتها، الضرب ده نتج عنه ايه؟ الكسر. ايه الكسر؟ كسر العلاقه. طيب ضربتها تاني، يعني كسرنا الكسر، كسرت اللي كان اساسا مكسور، بدل ما تجبسه كسرته، يبقى صعب يتلم تاني. ضربت تاني، كسرت تاني، بقى مستحيل يتلم. مين الخسران؟ انت. كسبت ايه بقى؟ الطاعة، وخسرت الحب. بعدين دي مش طاعة، ده خوف. انت عايز مراتك تحبك ولا تخاف منك؟ فكر كده. لو هتعمل الحاجة عشان خايفة منك مش هتعملها غير قدامك، لكن لو بتحبك مش هتعملها عشان بتحبك. عمر الضرب ما جاب نتيجة، عمر الشتيمة والإهانة والذل ما جابوا نتيجة. نتيجة هتبقى قدامك، انت هتشوف ان في نتيجة، بس في الحقيقة لا. الحل مش في الضرب والشتيمة، الحل في الحوار، التفاهم. الضرب بيدي احساس بالذل والمهانة. بتذل مين؟ دي مراتك، دي حتة منك. بتذل نفسك، دي حتة منك. وبعدين تعالى هنا، ترضى اختك تتضرب وتتهان؟ لا، ما ترضاش. طب اشمعنى رضيت لمراتك؟ مراتك حتة منك، كرامة مراتك من كرامتك. لما تهينها بتهين نفسك، لما تذلها بتذل نفسك. الإهانة مش هتوصلك للحب، هتوصلك للبعد والفتور. إهانتك لمراتك، إهانتك لكرامتها، كسر ليها وكسر لعلاقتكم. والكسر مش سهل يتصلح، مع الوقت صعب يتصلح،
مع الوقت مستحيل يتصلح. وبعدين هو مين اللي اداك الحق ان انت تهين او تضرب مراتك؟ انت واخدها من بيت اهلها صاينينها، المفروض تاخدها انت كمان تصونها. مين بقى اداك الحق ان انت تهينها؟ تضربها ليه؟ هو انت بتعلمها؟ هو الضرب هيعلم؟ الضرب هيكسر العلاقة. الإهانة هتكسر العلاقة اللي بينكم، مش هتعلم حاجة، بالعكس هتجيب نتيجة عكسية. اوعى تنسى انها بشر زيك، مش قطة ولا كلب بتربيها. عمر الضرب والإهانة ما تعلم البني آدمين. كل اللي بتعمله انها بتكسر. عمر البني آدمين ما يتعلموا بالإهانة والشتيمة والضرب. الحاجات دي بتهد ما بتبنيش. تيجي تضرب مراتك وتقول دي ساعة شيطان. طب فكرت في شكلها لما تضربها وتهينها قدام ولادك؟ فكرت طب في شكلك انت؟ ايه الصورة اللي هتتحفر في دماغهم من ناحيتك؟ هيقولوا عليك ايه؟ هيبصوا لك ازاي؟ طبعا ما فكرتش، لانك لو فكرت مش هتعمل كده. هي دي بقى لحظة التفاهم. هي دي اللحظة اللي بتفصلك عن ان انت تتصرف غلط، عن ان انت تضرب مراتك، عن انك تهينها. هي دي اللحظة اللي بتفصلك عن انك تعدي الخطوط الحمراء، عن ان انت تهين مراتك. اللحظة اللي بتفصلك عن انك تعدي الخطوط الحمراء في علاقتك مع مراتك. اللحظة اللي بتفصلك عن انك تكسر علاقتك بمراتك. هي دي لحظة التفاهم. اهدى شوية وفكر قبل ما تتصرف. مش لازم لسانك وايدك يسبقوا مخك. هدي نفسك شوية وشوف النتيجة من اللي هتعمله ده ايه. نخرج فاصل ونرجع لكم تاني نكمل موضوعنا عن الخطوط الحمراء بين الزوجين. ورجعنا لكم تاني ونكمل حلقتنا عن الخطوط الحمراء بين الزوجين. طيب ايه اللي بينتج بقى عن ان حد يعدي الخطوط الحمراء اللي بين الزوجين؟ اول حاجة فتور العلاقة. يعني ايه فتور العلاقة؟ يعني تبقوا عايشين مع بعض كأنكم مش مع بعض، كل واحد في وادي. يعني علاقة باردة غلسة، مفيش أي تفاعل ولا حوار بينكم. عايشين مع بعض لكن دماغكم مش مع بعض، كل واحد في وادي، ومشاكلكم تكبر وتزيد. في بعض الحالات مع تكرار الضرب والشتيمة في بعض الزوجات بيقرروا انهم يتجاهلوا جوازهم. يعني ايه؟ يعني حاضر ونعم وخلاص. هو ده اللي عايزه؟ هي دي الرجولة؟ طب ما انت مضحوك عليك انها بتعمل كده قدامك. عمر الضرب والشتيمة ما يحل. طيب انت لما تضربها مين بقى اللي هيحن عليها؟ خليك حنين على مراتك. خد بالك من اللي ممكن يصطاد في الحالات دي، وانت السبب. انت اللي اديت الفرصة. الدنيا مش مستاهلة. خليك حنين على مراتك، خليك انت الحماية مش سبب الإهانة. طب ايه اللي ممكن يحصل لو استمريت في عنادك وتعديك للخطوط الحمراء؟ احنا قلنا اول حاجة كسر. استمر، الكسر يتضاعف يبقى صعب يتصلح. استمر يبقى مستحيل يتصلح، وممكن ينتج عنه طلاق، تبقى العلاقة انتهت. ليه بقى؟ علشان الضرب والإهانة ما لهمش علاقة بالحياة الزوجية ولا العلاقة الزوجية. دي علاقة وحشية عمرها ما بتحل. عمر الضرب ما كان الحل. احسبها صح، فكر لحظة واحسبها صح. عمرك ما هتعمل كده. امتى بقى يكون الوقت مناسب لتدخل الأهل؟ عند أول تعدي للخطوط الحمراء. ليه؟ علشان نلحق نحل المشكلة بدري قبل ما تبقى حق مكتسب للزوج. يعني ايه؟ يعني قبل ما يقولك طب ما انا ضربتها قبل كده ومحدش يتكلم، اشمعنى دلوقتي؟ لا، احنا جايين نحط النقط على الحروف، مش عشان تطلقوها. انتوا بتحطوا النقط على الحروف، بتحلوا المشكلة بدري، بتحلوها قبل ما تكبر ويبقى صعب تتحل. اوعى تفتكر ان انت لو ما ضربتش او ما شتمتش ده هيأثر على رجولتك. لا،
الراجل اللي بيتحكم في اعصابه، الراجل اللي حاطط لنفسه خطوط ما بيعديهاش، الراجل اللي ما يخليش ساعة الشيطان تغلبه، هو ده الراجل. الراجل اللي حنين على مراته، الراجل اللي بيراعي مراته، الراجل اللي حنين على بيته، الراجل اللي بيدي الامان لبيته، هو ده الراجل. اللي يضرب ويشتم ده ملوش علاقة بالجواز، دي مش علاقة زوجية، دي مش حياة. خلي بالك، اللي بيتكسر صعب يتصلح. الحل في الحوار الهادي العقلاني من الطرفين، مش بس من الزوج، لا انت كمان. يعني ما تجيش تشعلليه وتقولي اهو هو اللي وحش، لا، لازم تكون انت كمان اللي بتهديه. مفيش حل احسن من الحوار الهادي والكلام اللين يصرف الغضب. يعني ايه؟ الكلمة الحلوة تحل مشكلة قد كده، والكلمة اللي تسخن تكبر مشكلة قد كده وتخليها ملهاش حل. بالراحة نتكلم، نبتسم في وش بعض، نتكلم بالراحة، نهدى، ما نخليش الشيطان يغلبنا. لازم نسمع بعض، لازم نتعود ان كل واحد يسمع التاني، مش كل واحد سمع صوته هو وبس. لازم نتفاهم، مش علشان نعرف مين الغلطان، لا، عشان نعرف نحل المشكلة قبل ما تكبر. اهم حاجة في لحظة الشيطان، عدي يا ليلى، عدوا لبعض. مش لازم نتعاتب وقت المشكلة، كتر العتاب وتوقيته الغلط ما بيجيبش غير زعل وخصام. عدي الأول وبعدين نقعد ونتعاتب. لازم نتعاتب عشان نتصافى، بس امتى؟ نختار الوقت. مش لازم نتعاتب واحنا متخانقين، والكلام ده بالذات للستات. يعني لما تلاقي الدنيا متشعلله ما تسخنيهاش اكتر، اسكتي، عدي، وهنقعد وهنتعاتب. مش لازم في وقتها. هي دي الست الشاطره، الست الشاطره اللي تعرف امتى تتكلم وامتى تسكت. وبعدين اتعودوا بقى ما نقفش لبعض على الواحده، مش كل واحد مستني للتاني على غلطه علشان يقطع في فروته. هو ده الجواز؟ المفروض بيتك ده مكان راحتك، بيتك ده جنتك. مش علشان مش عارفين نعدي لبعض اخلي جنتي دي جهنم. لحظة تفاهم، لحظة صغيرة نتفاهم فيها علشان الدنيا ما تكبرش والمشكلة تكبر وما تتحلش. طب ايه اللي يخلي بيننا حوار هادي؟ فهم كل واحد مننا لطباع التاني. يعني ايه؟ يعني ادور على الحاجات اللي ما بيحبهاش الطرف التاني وما عاملهاش عشان ما ضايقوش، عشان ما كبرش المشاكل، عشان ما اعملش مشاكل اصلا. ويا سلام لو دورت على الحاجات الحلوه اللي بيحبها وعملتها. صعبه؟ مش صعبه، صدقني انت الكسبان وانت الكسبانه. فكروا كده، مين المستفيد من ان يكون في حوار هادي بينكم؟ حد تاني؟ انتوا المستفيدين، ان بدل ما صوتكم يبقى قد كده يبقى صوتكم هادي، بتتكلموا وبتاخدوا وتدوا، تتعاتبوا، تتصالحوا، تتصافوا. مين المستفيد؟ انتوا. واهم حاجه اننا نعرف امتى نتكلم وامتى نسكت. يعني ما يبقاش جوزك لسه راجع من الشغل قرفان وزهقان ومشاكل واستلم، وانا بقى مشاكل البيت والولاد، وخالتي زعلت من بنتها، وجارتي قالت، وعمتي زعلانه من بنت خالتها. اصبري، الكلام مش هيطير. اصبري، اديله فرصه يرتاح، ولما يقوم وياكل كله اللي انت عايزاه واقعدي احكي للصبح. اصبري، الكلام مش هيطير. ولو صحي متضايق مش لازم النهارده، ممكن تتكلمي بكره في الموضوع ده. مش لازم يبقى الموضوع دايما عن مشاكل، ممكن نتكلم في اي حاجه حلوه. وخدي بالك برضو من ظروفه النفسيه. يعني ممكن يكون جوزك مضغوط في شغله، مضغوط ماديا، خدي بالك لو هو عنده حاجه زي كده بلاش كلام خالص. وانت مش عايزه بيتك مرتاح، مش عايزه بيتك هادي، خدي بالك من الحاجات دي. الحاجات دي على قد ما هي صغيره على قد ما بتفرق. تفرق في ايه؟ بتحسس جوزك ان انت فاهماه، بتحسسه ان انت عايشه في دنيته، مش انت في دنيا وهو في دنيا. الحاجات دي بتفرق.
بتخليه يقدر عشان انت مقدره. خليك انت دايما الصدر الحنين اللي يتسند عليه، ما يبقاش جوه وبره، ما تبقيش انت والدنيا عليه. وتاني بكرر، بلاش عتاب وقت الزعل، عمره ما هيفيد. العتاب وقت الزعل لازم هيضر، عمره ما هيبقى خير، عمره ما هيجيب نتيجة كويسة، دايما هيجيب نتيجة عكسية. اصبري لما الزعل يهدى ويروح ونتعاتب ونتصافى براحتنا. الجواز بقى ده باكج بناخده على بعضه كده، بحلو ومره، في حاجات حلوة وفي حاجات مرة. علشان ناخد الحاجات الحلوة لازم كمان نتحمل الضغوط والمسؤوليات بتاعته. يعني كده زي ما بيقولوا باكج، take it or leave it، يا تاخدها على بعضها يا تسيبها. فانت خدتها خلاص، فيها حاجات حلوة فيها حاجات مرة. لازم عشان ندوق الحلو لازم كمان نعدي بالمر. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني عشان نشوف أسئلتكم. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونكمل حلقتنا عن الخطوط الحمراء بين الزوجين. أحب بس قبل ما نتكلم عن الأسئلة نجمل كده اللي احنا قلناه في كلمتين. قبل ما تفكر تهين مراتك أو تشتمها أو تضربها، حط كده والدتك مكانها. شوف انت بقى ترضى لها الشتيمة، ترضى لها الإهانة، ترضى لها تتضرب؟ طبعا ما ترضى لهاش. اوعى بقى تقول لي لا أنا أمي متربية بس مراتي مش متربية. يعني إيه؟ ما أنت متجوزها وأنت عارف إنها متربية وإن هي طالعة من بيت كويس، وإلا ما كنتش اتجوزتها، صح؟ إيه بقى اللي حصل؟ إيه اللي جد؟ أنت عارف إن هي متربية كويس. بعدين الجواز، الاثنين اللي متجوزين مش بيربوا بعض، انتوا بتعلموا بعض. تعلموا بعض ايه؟ تعلموا بعض ازاي تتعاملوا مع بعض. يعني انتوا الاثنين مع الوقت بتتعلموا ازاي تتعاملوا مع بعض. الجواز بيعلم مش بيربي. اول سؤال جالنا النهارده، واحد بيقول هي اللي بتستفزني. لا، ما تقولش كده، ما تقولش هي اللي بتستفزني. انت المفروض راجل عاقل ليك اخر، ما تبقاش ايدك ولا لسانك سابقك. لو ايدك سابقك، لو ايدك سابقه عقلك، يبقى انت عندك مشكله لازم تحلها. ما تقوليش هي اللي بتستفزني، حتى لو هي اللي بتستفزك لازم يبقى ليك اخر. كده ما يبقاش جواز، كده تبقى خناقه. سؤال تاني جاي، واحد بيقول لتاته وزنانه وما بتسكتش غير لما تتضرب. لا يا راجل، طب لما ضربتها سكتت؟ طب شيل الفيشه بقى لحسن انت يعني حسستني انك بتتكلم عن الكاسيت مش عن مراتك. هو ده الحل؟ انك تضربها فتسكت؟ مبسوط طيب لما سكتت؟ الحل مش ان انت تخوفها فتسكتها، فهمها. لتاته زنانه، سيب المكان لغايه ما تسكت لو مش عارف تسكتها، لكن ما تضربهاش. يعني هي خلاص لما سكتت عشان انت خوفتها انت انبسطت. طب عملت ايه بقى؟ سؤال غريب. بتشتمني فبشتمها. يا سلام، اللي بتقوله ده ملوش اي علاقه بالعلاقه الزوجيه. ده كده عامل زي خناقه في حاره، لا تشتمها ولا تشتمك. الجواز اسمى من كده، ما فيهوش لا شتيمه ولا ضرب، ولا تشتميه ولا يشتمك. حلوا مشاكلكم بالحوار مش بالخناق. واحده بعت سؤال بتقول كل ما بسيب البيت اهلي بيرجعوني. ما ينفعش، لازم الاول قبل ما ترجعوها تحطوا النقط على الحروف. ليه؟ علشان ما ينفعش ان هو يبقى عارف ان هو كل مره هيضربها انتوا هترجعوها له، هيفضل يضربها على طول مش هيبطل. لازم تتصرفوا بحكمه. احنا مش بنقول نخرب البيت، احنا بنقول نحط النقط على الحروف علشان حياتهم تستمر، علشان تستمر صح. قبل ما ترجعوها له لازم تجيبوه وتقعدوه وتفهموه انها طالعه من بيت، وان اهلها بيحترموها، وان هو ما ينفعش يضربها، ما ينفعش يشتمها، علشان دي مش تصرفات زوجين ولا ليها علاقه بالجواز، وان ده ما ينفعش يتكرر تاني. بعد كده برجعوها له. لكن ترجعها له وهو هينها تاني، ما انت اديته خلاص الكارت الاخضر انه يتصرف وهين. ما ينفعش.
لازم تتصرف بحكمة. ما يهمكش بس ان انت ترجعها، لا رجعها، بس رجعها مظبوط، ما ترجعهاش وخلاص. واحدة بعت سؤال بتقول بيذلني دايما بانه كفاية انه بيصرف عليا وعلى اولادنا، وان المفروض ابوس ايدي وش وظهر. ليه بقى؟ هو انت عايزها هي اللي تصرف؟ هي دي الرجولة؟ وليه بقى ان شاء الله؟ ألاندلو، حتى لو ألاندلو هي مش متجوزاك عشان انت حلو، هي متجوزاك عشان بتحبك، لازم تحترمها، لازم ما تهينهاش، لازم تبقى حنين عليها، لازم تبقى انت سندها وامانها، مش تقول لها بوس ايدك وش وظهر. ده اسمه كلام برضه. ودي كانت اخر حاجه في حلقتنا النهارده من برنامج لحظه تفاهم، وموضوعنا اللي كان عن الخطوط الحمراء اللي بين الزوجين. نشوفكم تاني الاسبوع الجاي ان شاء الله.